السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا حبايب جروب أم حمزة للتسويق. أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب أم حمزة للتسويق، كذلك جروبنا على الفيسبوك أم حمزة للتسويق. زي ما انتم شايفين احنا عارضين معاكم النهاردة حلة الضغط الكهربائية نيوتري كوك. ودي على فكرة يا جماعة من وجهة نظر انا، طبعا انتوا الاراء اكتبوها لي هنا في الكومنتات، ان دي افضل واذكى حلة ضغط موجودة في السوق، منافسة بالانواع التانية. انتوا عارفين الحلل الضغط دي بينزل منها السيف، بينزل منها اديسون، بينزل منها كينوود. انا من وجهة نظري صراحة دي افضل حلة فيهم، وهقول لكم ليه في الفيديو. يمكن احنا نزلنا اكتر من فيديو ليها قبل كده، بس طبعا الاعضاء الجدود في القناة لازم نعرض لهم كده سريعا. مبدئيا دي حلة الضغط نيوتري كوك. الحلة دي النيوتري كوك دي يا جماعة شركة اسمها نيوتري بوليت، دي شركة أمريكية زيها زي كل الشركات ما بتصنع في الصين. الأديسون بيصنع في الصين، الكنوود، الفيليبس، شركات كتيرة بتتجه للتصنيع في الصين عشان رخص العمالة، وطبعا بتصنع بالمواصفات بتاعتها هي، مش المواصفات الصيني اللي بتنزل عندنا هنا. مواصفات الحلة دي يا جماعة الساعة بتاعتها هي بتيجي ساعتين 6 لتر و8 لتر. طبعا اللي معانا في الفيديو دي اللي هي ال8 لتر، وال8 لتر بتيجي 1200 واط، ال6 لتر بتيجي 1000 واط. وطبعا مميزة بالاكسسوارات اللي هي مش موجودة في اي حلل تانية اخرى، زي سلة الطهي على البخار، الجوان الاضافي اللي بيجي معاها، القفازات السيليكون، الغطاء الازاز. زي ما قلنا لكم الحلة دي ما شاء الله برامج كتيرة ومتنوعة. بتعمل ادي البرامج بتاعتها اهي. بتعمل برنامج الرز، بتعمل برنامج البرياني. يعني من الاخر احنا جبناها استغنينا عن الحلة اللي بتعمل الرز لانها فيها برنامج الرز. بتعمل برنامج الشوربة، برنامج الفاصوليا، برنامج اللحمة، تسلق لحمة، تقلي بيض او تسلق بيض. كمان فيها برنامج الطهي على البخار، تعمل زبادي. كمان اقدر اتحكم في مستوى الضغط، يا اما ضغط عالي يا اما ضغط واطي. فيها خاصية كمان الكيبورم انها تفضل تخلي الاكل سخن، ان احنا نقعد نعمل له حاضر. خاصية الطهي البطيء، وخاصية طبعا احنا قلنا خاصية الكيبورم. طهي البطيء دي لما نحب نسوي ندمس فول غالبا، الحاجات اللي هي بتحتاج تسوية على درجة حرارة قليلة وفترة طويلة. كمان فيها خاصية الديلي، ودي مش موجودة في كل حلل الأديسون يا جماعة ولا السيف. ميزة خاصية الديلي دي يا جماعة ان انا اقدر اعمل لها برنامج. يعني مثلا هاخد برنامج اللحمة، او انا اخترت برنامج اللحمة واقول له ديلي. ديلي يعني ايه؟ يعني انت عايز تبدأ، انت مثلا ست راح الشغل، عايز الاكل يبدأ يستوي اول ما انت توصلي. يعني مثلا هو هنا بيقول لك ابدأ اطهي امتى؟ بعد 6 ساعات مثلا. يعني مثلا الساعة 10 الصبح مثلا، وانت هترجعي على الساعة 2 الظهر. تبدأ هي بالظبط. يعني مثلا ممكن بقى احنا نتحكم في خاصية الديلي، او مثلا دوسنا كنسلة، هنختار اهو برنامج اللحمة واقول له ديلي، وابدأ ازود مثلا ابدأ يشتغلي بعد 4 ساعات، وادوس مثلا ديلي 4 ساعات و30 دقيقة. فاقدر اتحكم في الوقت انها تبدأ الطهي، بحيث ان ست البيت مثلا لو هي بتشتغل ترجع تلاقي الحلة بدأ، يعني كانت اشتغلت وخلصت الأكل بالظبط. هي كده واخدة البرنامج بتاع الديلي أو التأخير، إنها خدت برنامج اللحمة. هتبدأ تسلق اللحمة بعد 4 دقايق، والبرنامج مثلا بيقعد نص ساعة، يعني بعد 4 ساعات و40 دقيقة، وهتاخد نص ساعة اللي هي بتاعة الطهي. تمام. كمان بيجي معاه اكسسوارات كتيرة ومهمة مش موجودة في الحلل التانية، زي مثلا انتوا عارفين ان حلة الضغط بيبقى ليها جوان. هنا طبعا ده زرار كده امان لفتح الحلة، وطبعا هي ذكية عرفت ان انا فتحتها. شوفوا هنا مثلا بيجي معاها الجوان اللي هو السيليكون ده عشان ضغط البخار، وبيجي معاها جوان سبير اضافي. كمان بيجي معاها السلة بتاعة الطهي على البخار، دي موجودة في كل الحلل. بيجي معاها جوان سيليكون كده جميل عشان نقدر نمسك بيه الحلة الاستانلس اللي هنحط فيها الاكل، وعشان تبقى سهلة التنظيف نشيلها. طبعا ده السخان الداخلي اهو. وطبعا في زرار امان، يعني مثلا انا سبتها شغالة وشلت الحلة على طول الزرار ده بيفصل،
يعرف ان الحلة اترفعت فيبدأ يفصل الطهي. خلينا بس كده نجربها نشوفها سخنت. نقول له ستارت مثلا. شوفوا هنا مثلا انا اخترت برنامج الفول، على طول قالت لك الفول بيشتغل على ضغط عالي، البريشر بتاعه ضغط عالي وعلى درجة حرارة ميديوم. خلينا نفصل كده، انا بس كنت بجرب. شوف السخان ما شاء الله، ما صدق سخن. طبعا بيجي معاها معلقة للشوربة، بيجي معاها معلقة بلاستيك للرز، بيجي معاها كوباية للعيار. طبعا دي بتجمع البخار، هنوريكم بتركب على الغطا بره. كمان ميزتها انها بيجي معاها غطا ازاز عشان نشغلها حلة عادية. يعني احنا مثلا مش عايزين نستخدمها حلة ضغط، هنستخدمها مثلا حلة عادية خالص، بيجي معاها غطا ازاز عشان اهو. شوفوا كده احنا حطينا الغطا الازاز، طبعا بيجي معاه مقبض اهو، المقبض ده بيركب هنا على الغطا. اقدر استخدمها كحلة ضغط عادية، حلة طهي عادية، واطهي بيها الاكل. فكده بصراحة احنا، وطبعا الغطا ده مش موجود في اي حلل ضغط بقى. حلل الضغط العادية يا جماعة بيجي معاها، حلل الضغط العادية يا جماعة بيجي معاها بس الغطا اللي هو بتاع الضغط ده. فطبعا النيوتري كوك مميزة في موضوع الغطا الازاز اللي بيجي معاها ده. غير طبعا انها ذكية، فيها برامج كتيرة متنوعة، خاصية التأخير. فبصراحة انا بجيب اللي عايز الاديسون نجيب له، اللي عايز الكنود نجيب له. الكنود فيها خاصية التأخير، تأخير الطعام، لكن الاديسون والسيف اللي هم اشهر حلل الضغط اللي موجودة في السوق مفهومش الخاصية بتاعت اللي هو الاعداد المسبق او انها تتأخر في طهي الطعام. وطبعا هي استخدامها سهل جدا زي ما قلنا لكم كده. نبدأ نختار البرنامج. هنا هو على طول بيقول لك البرنامج ده بيشتغل على ضغط عالي وحرارة متوسطة. ممكن انا اتحكم في درجة الضغط، قلت له اهو مثلا خليه على ضغط واطي. ونبدأ نقول له ستارت، وهنا زرار الكنسل. كمان فيها مثلا ده البرنامج بتاع البخار. البخار هو على طول بيظبط نفسه على الحرارة المتوسطة والضغط العالي. اقدر كمان اخلي الضغط واطي. يعني هي عبارة عن 16 برنامج موجودين ثابتين، وانا اقدر اتحكم في البرامج. يعني مثلا هنا هو بيقول لك اللحمة، برنامج اللحمة على الضغط العالي وعلى مدة 35 دقيقة. هقول له لا، مثلا اللحمة دي عايزة وقت اكتر، فاقدر انا اتحكم في الوقت، ازوده او انقصه. مثلا لحمة عجوزة هتاخد وقت اكتر. فيها كمان الخاصية زي ما قلنا لكم، خاصية الكيبورد. لو انا قلت له ان بعد ما الاكل يستوي يا ريت تفضل تخليه ساخن. زي ما قلنا لكم فيها برنامج الرز اهو. انا بقى يا دوب بختار البرنامج وادوس ستارت، او حتى لو ما دوستش ستارت هي بتشتغل لوحدها. طيب فيها كمان ميزة ان الحلة بتاعتها ستانلس يا جماعة، فبتبقى سهلة في التنظيف. انتوا عارفين انا بصراحة ما برجحش الجرانيت او التيفال في حلل الضغط، لان دي حلل بتشتغل على حرارة عالية وضغط عالي. فبالنهاية الجرانيت او التيفال ده بيبقى لاصق، يعني غير قابل للالتصاق، او هو بمعنى صح دهان. فالدهان ممكن مع الضغط بالذات والحرارة يقشر بمنتهى السهولة. فانا بفضل في حلل الضغط انها تكون